النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أيها الناس إن منكم منفرين. في كتير من الأبناء قصدهم جيد لكن طريقتهم غبية، كرهوا الآباء والأمهات في الالتزام. سببه إيه؟ عامل نفسه ورع فيما يجوز له أن يترخص فيه. أنت قدام واحد مش ملتزم، واحدة مش ملتزم، عمال تتورع لي؟ طب ما يا أخو خد بالجواز لحد ما تطلع بيهم لفوق، أو تنفرد أنت بحياتك، تتجوز وتروح تستقل في حياتك واعمل اللي أنت عايزه. لكن قاعد معاهم في البيت ومجننهم ومش عارف كل حاجة يطلع لهم فيها مش عارف إيه والقلنا وقانوا والبتاع والكلام ده لحد ما ناس زهقت. هذا ليس سفيرا جيدا لدينه. هو ده يدخل تحت الحديث على طول. أيها الناس إن منكم منفرين. واحدة زوجها راجل شغال على دراعه وبيضرب البلطة والبتاع والحديد، والمهم على آخر النهار بيبقى إيه؟ سطيح. يروح ينام هناك يشخر، سبع جار يسمع. لما يجي الفجر الست تقومه جثة هامد، تقوم فيه وتدن له في ودنه كأن عليه عفريت ومش عارف ايه والكلام ده، ويصحى فلان والفجر وما فجرش وبتاع، بين وفين بعد الليل مفتح عينيه كده وبتاع ومش قادر يقوم على السرير. تقوم تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء. ده بقى هيفوق بس هيقوم يلطش لها. ها؟ دي فوقته بإيه؟ هو ده مش حديث؟ أيوة حديث. حطيته فين الستين؟ حطيته في موضعه؟ يعني هو كونه تعبان مش قادر يقوم، ها؟ ومثلا عنده نية قيام بسبب شدة التعب والكلام ده، تقوم تقول له الكلمتين دول؟ طب ده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان القوم معاذ بن جبل بيقولوا له صلي بينا، قال لهم لا ما سيبش الصلاة ورا النبي ولا صلي بيكم. قال خلاص صلي العشاء ورا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا هننتظرك تصلي بينا العشاء. فرايح بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، جاي ايمانه زايد وعالي وبقى وطاير بجناحين ومش عارف ايه والكلام ده، فداخل بقى في المحراب وافتتح بالبقره بقى على اساس انه ايه؟ هيقرا بقى. واحد من الجماعه التعبانين طول النهار ماشيين ورا الجمل، رايحين جايين رايحين جايين ورا الجمل، اول ما بيصلي العشاء ما بيصدق بينام على طول. اول ما شاف كده افتتح بالبقره، قال خلاص احنا قدامنا ساعتين بقى على ما نخلص القصه دي، قام مسلم وصلي ايه؟ صلاه خفيفه كده ومشي. خلص معاذ الصلاة، قالوا له فلان الفلاني عمل كذا 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 كذا، قال إنه لمنافق. الشاب بلغته الكلمة أنا منافق؟ إزاي الكلام ده؟ راح شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعيد، وما يعرفش شغلانة الجمال دي إلا الجمال، متعبة متعبة، ماشي رايح جاي، حتى بيسلي ساعات نفسه يمسك ديل الجمل ويقعد يقول يا عيني يا ليل وبتاع وغني عشان يسلي نفسه في الطريق رايح جاي من شدة المشقة. أصحابنا واضح ومعاذ يصلي عندك، فجاء يوما فافتتح بالبقرة فقلت مسلم وصلي وماشي، قال إنه لمنافق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى معاذ، قال له إيه؟ قال أفتان أنت يا معاذ؟ طب هو معاذ كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي ولا قاعد على المصطبة؟ كان بيصلي. ها؟ قال له أفتان أنت يا معاذ؟ هلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ دي آخر صلاة في النهار، بيكون خلاص الإنسان قوته راحة من كتر الشغل، بيبقى عايز يصلي وينام عشان يلحق الفجر، أو إذا كان هيبقى الحظ من قيام الليل ولا حاجة. الشاب طبعا ده قال يا رسول الله إذا التقى الجمعان سيعلم معاذ. جت معركة دخل فيها الايه؟ الشاب ده فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ها كيف ظنك؟ منافق برضه؟ كيف ظنك؟ قال كذبني ظني. فيبقى الإنسان لابد أن يراعي المسألة دي. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم أبى، عمل شاق متعب الكلام ده، يبقى صلي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الرجل إذا كان يغالب النعاس وهو يصلي أن ينام
قال لعل أحدكم يذهب ليدعو فيسب نفسه ليصلي أحدكم نشاطا. طول ما أنت نشيط ومقبل صلي، مالكش نشاط كف. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. إيمان بيزيد وينقص. إذا هبت رياحك فاغتنمها، لقيت نفسك نشيط وخفيف وجميل، افتح. ليه؟ هيجي لك وقت من الأوقات عندك فيه ملل. فيبقى النهارده الست الأخت دي لما بتقول له أثقل صلاة على مناقيل الفجر والعشاء والكلام ده، وهذا خطأ. إن منكم منفرين، قد يستعمل الدليل الصحيح في غير مكان، وقد تنتزع الآية من كلام الله عز وجل في غير مكانها. عشان كده كان علي بن أبي طالب يدعو المتكلم إلى أن يبحث عن التئام المعاني، فكان يقول كما رواه البخاري في كتاب العلم من صحيحه: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فالموعظة ممكن تبقى خشنة، زي ما أنا كتير أقول لإخواننا من هذا المنبر وغيره سرا وجهرا: لا تستخدم وانت على المنبر ولا وانت على الكرسي كاف الخطاب ولا تاء الخطاب في الكلام. استخدم دائما ضمير الغائب. لما أقول لك كده: واعلم انت وهو منك له، أو مشور كده، أنك إذا كفرت فأنت في النار وبئس المصير. تقوم أنت تحس إن قلبك خطف، كأن أنا بشور لك أنت، كأن أنت اللي هتروح النار وبئس المصير. يبقى أنت وإنك غير لما يجي واحد يقول إيه: وليعلم أنه إذا كفر فهو في النار وبئس المصير. أنت هتقول يستاهل. ما هو مش أنا. طالما ضمير الغائب والمسألة بعيدة يبقى مش أنا. عشان كده في باب ساعات الصلح بعض الإخوة والأخوات لما يكلمني عن مشكلة مع الطرف الثاني، مراته أو الزوج، تقول: أرجوك معلش ما تحسسوش إن أنا إن أنا قلت لك حاجة ولف حوالين الموضوع. ما أنا بلف، هو بقول مش أنا هفضل ألف لحد إمتى؟ ما هو أنا أدخل دغري، عايز تدخلني في المشكلة دخلني دغري في المشكلة، خلينا أخلصها. أنا مش هقعد ألف وأقول وأنت عارف وأيام النبي كان بيحصل كذا، وساعات في رجالة أعوذ بالله منهم بيعملوا كذا 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 كذا، وهو بيعملها، بس أنا عمال ألف وأقول له وفي رجالة بيعملوا مش عارفين الكلام ده، هو بيقول مش أنا، هو بيلف عليه وأنا بلف عليه. يبقى كده مش هنخلص الموضوع. لا، لكن في الموعظة العامة مش الموضوع الخاص. الموضوع الخاص ادخل دغري على طول، خلص. إذا كان دخولك مش هيبهدل المسائل، مش هيخلي المسائل تسوء، يعني ادخل دغري برضه بالحكمة الكلام ده. إنما الكلام العام اتكلم بالكلام العام. كل بني آدم بقى في نفسه العاقل يقول والله ده كأنه بيتكلم عني، ده كأنه كان معايا الليلة، ده بيقول بالظبط اللي أنا بعمله. مثلا جاي ضميره يستيقظ لما هو تايه في الزحمة كده يبقى الموعظة أمر العبد أن يجعلها حسنة، لأن ممكن تبقى خشنة. خلاص؟